امبارح مجلس اداره قال لك اجتماع في نفس الماتش، توقيت الماتش، فقلنا في قرارات، فالاجتماع بلا قرارات، مفيش حاجه. قالوا كلموا خالد جلال، كلمنا خالد جلال ما حدش كلمني. كلموا، قال لك كلموا معتمد جمال، قال لك ما حدش كلمني. قال لك طارق مصطفى، قال لك جون ادوارد مش عايزه. عشان كده هو كتب الكلام ده، خلي بال حضراتكم يعني، لانه في اتجاه داخل مجلس اداره مع طارق مصطفى. هو انتم مش واخدين بالكم من جمهور الزمالك ولا ايه؟ واحنا لما نتكلم وندافع عن جمهور الزمالك يقول لك اسكت انت. لا مش هسكت، انا هتكلم. المجلس منقسم، ناس عايزه احمد عبد الرؤوف، وناس مش عايزه احمد عبد الرؤوف. ناس زعلانه انه قال على موضوع بنتاج، ما هو فسخ. هو لك لا، ما هو الناس بتهاجمه، بتلعبوش ليه؟ قال لك مشي. هجيبه منين صحيح؟ قول لي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي؟ هيجيبه منين الراجل؟ مش ادوارد جون قال لك لا، ده الازمه بقى مش في المدرب، ده الازمه في الاجواء نفسها. فالناس عماله يعني تشوف اسماء. كابتن طارق مصطفى خلص مشواره في ليبيا. وعايز اقول لكم بس حاجه، يعني حاولت اكلمه امبارح بس ما عرفش اوصل له. طارق مصطفى هيموت ويضرب الزمالك، هات من الاخر يعني، هيموت ويضرب نادي الزمالك. حتى هو في البنك الاهلي كان هيموت ويضرب الزمالك، فنفسه يضرب نادي الزمالك يعني. بعدين النادي كان رايح تمرين، وبعدين عندهم جروب فوجئوا برساله مفيش تمرين، بس هيتمرنوا النهارده. قول لي بقى الكابتن احمد عبد الرؤوف ده يدرب ازاي؟ قول لي ينزل يدرب ازاي يعني يعمل ايه؟ يسيطر على اللعيبه ازاي؟ فالامر غريب جدا وخطير جدا ومربك جدا جدا بصراحه يعني.